تندرج عملية إدراج مؤسسة مستشير في بورصة الجزائر ضمن استراتيجية عصرنة النظام المصرفي وتنويع مصادر التمويل وإرساء ثقافة البورصة لدى المؤسسات والمواطن. إن هذه الخطوة تعتبر جزءا من مخطط عمل شامل ومتكامل يتضمن ورقة الطريق المسطرة انبثقت من جملة الإصلاحات والتدابير التي أقراها سيد رئيس الجمهورية لترقية القطاع المالي وعصرنته باعتباره قطاعا حساسا وحيويا وفي هيكل اقتصادنا الوطني عن طريق تنويع مصادر التمويل وتعبئة الادخار ونشر الثقافة المالية بين الأوساط الاجتماعية تساهم في تنشيط السوق المالية وجعلها في خدمة الاستثمار وخلق الثروة. دخول البورصة تعطي أكثر مصداقية للمؤسسات الناشئة، تبين أن المساهمين في هذه العملية وضعوا الثقة في المؤسسة الناشئة ووضعوا الثقة في نموذج أعمال المؤسسة الناشئة، وهذا ربما نقطة مهمة يجب تسليط الضوء عليها. إعلان تداول أسهم مؤسسة مستشير في بورصة الجزائر يدل على افتكاك تأشيرة دخول البورصة من خلال بيع ما لا يقل عن 125 ألف سهم بقيمة 760 دينار جزائري، ما يمثل 20% من رأس مال المؤسسة. نسجل دخول أول شركة ناشئة على مستوى بورصة الجزائر، وهي قفزة نوعية بالنسبة لكل الإطار النظامي للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة. مستشير من خلال هذه العملية أرادت أن ترسم مسارا للشركات الناشئة، يعني كيف يمكن لها أن تنشأ هذه الشركة الناشئة، كيف يمكن لها أن تتطور، كيف يمكن لها أن تحصل على تمويلات وصولا إلى إدراجها في بورصة الجزائر. وبدخول مؤسسة مستشير سوق المال تسجل بورصة الجزائر المؤسسة السابعة المدرجة في عملية التداول.